حسين خلال فيما تبقى من وقت، ودخول اكثر من لاعب في مره واحده، بالتالي يخرج خالد حسين الان. وهذه الكره الان لصالح فريق خليج سرت. الان سودولاي يتقدم، الان سودولاي يراوغ، يتقدم سودولاي، هدف خامس. اوه، هدف خامس لصالح فريق خليج سرت. اذا نتيجه كبيره وكبيره جدا. الشيخ سودولاي يراوغ، يمر ويسجل بكل هدوء. اذا هدف خامس لصالح خليج سرت، مرور وتقدم ووضع الكره في المرمى بالنسبه للشيخ سودولاي. 5 أهداف يخرج بها فريق خليج سرت حتى الان في هذه المباراه، بعد ان كان متاخرا بنتيجه 2-0 ثم 2 لهدف، 3 أهداف لهدف، ثم بعد ذلك استطاع العوده في المباراه وتسجيل هدف التعادل. هذا هو المدرب التونسي السويدي التونسي الاصل، الذي قال انه جاء هنا من اجل البحث عن نقاط 3. قلت له هل تبحث عن نقطه واحده؟ قال لا، نحن جئنا هنا لننافس. وكما قلت هذا احترام كبير لفريق النصر. على كل حال مباراة ممتعة، مباراة كبيرة وكبيرة جدا من الفريقين، بصرف النظر عن من هو فائز ومن هو خاسر، ولكن نحن كمشاهدين ومتابعين استمتعنا بهذه الأهداف. لكن مباراة كبيرة بالنسبة لفريق خليج سرت الذي استطاع أن يعود في المباراة، وهذا شيء يحسب له أنه تجاوز الخسارة في الملعب. عاد هذه الرقصة للاعبي فريق خليج سرت نتيجة كبيرة وكبيرة جدا ومهمة جدا لهذا الفريق ولهذا المدرب. إذا 5 أهداف ل3، هذا ما آلت إليه النتيجة حتى الآن. تبقى الكرة لصالح فريق النصر. سودولاي